ظهرت الآن الخيانة الزوجية. مرة مزوجة بولادها برجلها، عندها علاقة مع رجل عن طريق الهاتف، ويقدر ربي الزوج ياخذ الهاتف يبدا يقول هذا شكون؟ تقول له والو والو والو. كيفاش والو؟ هدمتي بيتك 5 ذراري، هدمتي بيتك، اربطتي علاقة بشخص لا يحل لك، استولى على عقلك. والمرأة دوك راني طبيبة، دوك المرأة قول لها كلمة والله غير تريبها. الضعف نتاع المرأة، ضعف المرأة في أذنها. ويقول لها هذاك، يقول لها أني متزوج بصح ما عشتش وما لقاش وحدة كيما انتي. تجيبه تقول له أنني عايشة وعندي زوج وعندي بصح واحد كيما انت، تمنيت لو كان انت كنت كذا كذا. جهة أخرى هو عنده امرأة، عنده بنات، عنده أبناء، يربط علاقة بامرأة متزوجة، هو خاين وهي خاينة. والسبب واش؟ انت متعصب يا الشيخ رشيد، انت حبيت ترد الأم متعصب. أنا معليش أنا متعصب. هذه النتائج الآن تاع الخيانة الزوجية سببها 90% هذا. شكون هذا؟ لا واحد كان داير مجموعة إسلامية باش يدعي، وأنا اتصلت عليه باش نسقسي. وهذا الكلام هذا ما يقولوش تاع دعاة وإسلام، هذا طاكسي الغرام راه هنايا، هذا راه طاكسي الغرام. هذا الكلام هذا الكلام يقولوا غير الرجل مرته في الحلال، وتقولوا المرأة راجلها في الحلال، بصح هذا موش راجلك. يجي باباها احنا حابين نداو الامور، ومن بعد ولا قالت هذا الكلام. هذا عالم افتراضي برك، ما العالم الازرق هذا عالم افتراضي، حبيت دير عليه انت قبه، درنا عليه القبه. والخيانه الزوجيه الان في مجتمعنا راهي ضاربه اطنابها، عنده مرته وعنده صاحبته، والمشكله صاحبته هذيك متزوجه برجل اخر. وهي متزوجة وعندها صاحبها، وصاحبها متزوج وعنده امرأة وعنده أطفال. عيش الحرام بعينيه يا شيخ. الخيانة الزوجية، الأجنبي أجنبي، وقال لك ما تهدرش معها وما تخلوش بها ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. أجنبية، وش علاقتي بها؟ ما هي علاقتي بها؟ أجنبية. عندي زوجتي، أردت الحلال أدخل من الباب، ما تدخلش من الطاقة. أردت أن تتزوج امرأة ثانية، وخلوا الكلام هذا يمشي باش يسمعوا النساء. خاطش المرأة الآن كي يروح للزنا ما تهضرش عليه، والله ما تشكي به. وكي يروح يعدد يدير له محضر تاع المقصلة، راح يقطعوا راسه. لأن هذا التعدد هذا ماشي احنا حكمنا فيه بشريعة الله، بعثنا منه وملاوه علينا ونحن نطبقه بحذافيره. العلمانيون واللائكيون وأعداء الشريعة من دعاة التغريب هما اللي راهم حاكميننا في هذه المسائل. حتى الرجل دوك عندك كون يتزوج مرة ثانية، مرته تحاربه، ولاده يحاربوه، جيرانه، اصحاب الجامع، حتى اصحاب الجامع يقولوا واش بيه هبل له، ارتكب الزنا، ارتكب الحرام. لكن الذي يفعلونه سوجيلوجيا العلجه هذه رايحه وجايه بالهاتف ويديها ويجيبها نورمال. واش تقلق روحك؟ تعرف انت شكون؟ ليه ما لا وانا تعرف هذه شكون؟ واقسمت عليه قالت له روح دير الزنا وما تتزوجش عليا. 2022 وجيت كاين واحد الناس اعوذ بالله منهم يا ربي، يدخلوا في واحد العائلات، يدخلوا يقعدوا يحفروا يجبدوا الجلد. كي يجبدوا الجلد ما يتهناوش، يزيدوا يوصلوا للحم وما يتهناوش حتى يوصلوا للعظم. واش دخلك؟
وش فراك؟ اسرار، البيوت اسرار، احوال. كاين ناس عندهم احوال يجيك يشفاكم الجامع باش يولي هو حديثكم بالليل والنهار، تقعدوا تقصروا على راسه بالليل والنهار. واش دخلكم؟ او طلقها وبعد طلقها، قدر رب العالمين ما تفهموش، هو مشى لحاله مشى. واش دخلك انت؟ وهو تزوج عليها انت، واش فراك؟ كاين امور خاصه بالناس. سبحان الله. انا نعرف واحد ماتت زوجته، كبير 68 سنه، عنده دار، ينوض الصباح الروح يطيب، يغسل قشو، يدير الفطور، يغلي البطاطا، يغلي البيض، بخيره. علاه؟ اولاده وبناته منعوه باش يتزوج. بناته وبلاده قالوا له بالك دير هذا اكبر خطر راح ديره في عمرك. عايش جوفري في داره، فيلا كبيره، انا اعرفه، عايش جوفري في داره، اولاده عايشين في الخارج، في فرنسا، في هذه البلاد الغربيه، في قطر، في دبي، اولاده مستويات. اضرب البطاطا واسكت. حتى لو كان تجيه الموت في الليل، لقيت تجيه الموت، ما كانش واحد يعاونوا على الشهاده ولا يعطي له كاس الماء. تعرف علاش؟ هذو قراو في المدرسه الغربيه كاس الزواج، ممنوع. شنو يدير لنا هذا 65 سنه ويزيد يتزوجنا ويجيب لنا المراه وتزاحمنا في الميراث وتزاحمنا في الدار، تزاحمك. هذا البر بابيك، رضيت له هذه المعيشه هذه. ما كانش واحد يحك له ظهره كي يكون يغسل، ولا واحد يغسل له قشه، تحبس الماشينه يحبس. افكار على احنا مجتمعنا حاجه اخرى، المجتمع تاع الدين وتاع الاسلام، افكار غريبه طرات علينا. يجي واحد يقول لي على بالك 68 سنه وزوجه، وعلى ما يزوجوهش؟ تعم بالو راح نوافقوا انا، وعلى ما يزوجوهش؟ وليدو كاين واحد في ولاده راجل، خاطر في الذريه ديما تلقى واحد قال له الشيخ انا هنا، انا ما نقدرش نرفدك، ومرتي ما تقدرش ترفدك، وبناتك مشغولين، ولادك الاخرين بحوالهم، شيخ انا نزوجك. وجاب له مراه عايشه معاه. وين المشكله؟ نتكلموا باهوائنا، هذا مكان نتكلموا بشهواتنا وارائنا، بصح بالشرع لا نتكلم بالشرع ولا نتحدث به ولا نتحاكم اليه. وانت واش فراك؟ هي لو كان كل واحد يحكم سابعه فينا، هي لو كان كل واحد فينا يحكم سابعه ويقول لنا هذا الامر ما يعنينيش. هذه عائله وحوالها وامورها، الله يهديهم سواء السبيل. جاءت الخيانه الزوجيه الان، والجماعه اللي راهم هنا قضاة ومحامين هذوك يحدثوكم خير مني انا، لانهم اصحاب الميدان. وزيد دوكا البنات كيصاحبوا الشباب هذا، علاش يصاحبها؟ علاش يمشي معاها؟ يمشي معها لشهوة في نفسه، هذا مكان هو يحبها، هو مفتون بجمالها، فإذا قضى مآربه فيها، ما يقضي الشهوة يرميها ويروح يجيب واحدة أخرى. ولهذا البنات اللي راهم يخرجوا الآن، اسمعوا وصلوا هذا الكلام، بالمتحجبة بالعريانة، الشباب الآن ذئاب بشرية تفترسكم بعدين ترميكم. وصاحبنا يجيب بنت وبنت وبنت، نهار يجي يتزوج، كي يجي يتزوج واش يجي يفتنا؟ يقول ما راني نحوس على بنت الفاميليا، الله يبارك ما شاء الله، هذوك 10 كاع جوزتهم، قضيت بهم حياة الشباب شباب، راني نحوس على بنت الأصل. بنت الأصل اللي راح تديها هي واحدة من اللي كنت تمشي معاهم أنت، مش فاهمك مليح. سبحان الله. والبنت هذيك 18 براءة، 20 سنة براءة، 22 سنة براءة، يسول لها أمور ويخلعها، خاصة إذا كان عنده سيارة يخلعها مسكينة، وبعدين يدنا ليها وإلى أشرف ما فيها بعد يرميها. الطفلة هذيك يخطبوها 5 الناس تقول لا لا لا، علاش بصح؟ خاطش فيها شيء يمنعها من الزواج. دور تتصل على الإمام تقول له شيخ أنا عندي مشكلة كبيرة. هي أنا كنت نمشي مع فلان واعتدى على شرفي، والآن ما نقدرش نصرح الوالدية بذلك. المجتمع، هذه الصور اللي نحكيها لكم، المجتمع راه يطبخ بيها، راه يطبخ بيها،
وبناتنا عايشين، وبناتنا الان كاين اللي يتفكر في الانتحار، وكاين اللي يتفكر في الحراقه، وكاين اللي يتفكر باش دير اي حاجه، وكاين اللي تقول ربما نلقى رجل صالح يسترني. التغريب واش دار في الامه؟ بناتنا وعباك الراجل ديما راسو هاك، بنته هي اللي تحط له راسو في الارض، وانت ما تعيشيش كيما راهم عايشين الاقران تاعك، تعيشي بكابوس نفسي لداخل. هاي الثمره. الذراري خرجوا من المسجد، قطعوا المحافظ وقطعوا الدفاتر، كسروا الطوابل، ندبوا للبيبان وجاو خارجين. التربيه والتعليم اللي يخلي ربي، اسمع، اللي يخلي ربي يخليه لنفسه، واللي يشد في ربي لا يكيله إلى نفسه. وذوك جانا الصيف، هذو صحاب الشرط هذو ما يحشموش على أصلهم. اليوم عندنا نساء وعندنا بنات ونحبوا نخرجوا، كي تعريوا على فخاذكم هكذاك في وسط الشارع هكذاك، ما عندكمش دين، ما عندكمش ملة، ما عندكمش أصل تحشموا عليه. منين جيتونا؟ هذا شيء غريب علينا. ندخلوا المطعم نلقاوكم، نجوا نشريو فنجان قهوه نلقاوكم، نجوا نعمروا البنزين في السياره نلقاوكم، نحبوا حديقه احنا وبناتنا ونساء نلقاوكم. حرمتم علينا، ما كاش حتى الانسان يحشم بنته ومراه معاه. انت معري على براجك وعلى فخاذك، الا تستحي من الله؟ في امه دينها الاسلام، وفي دولتها في الدولة تاعها دستورها أول بند قال دين الدولة الإسلام. ألا تستحي؟ وين راك رايح؟ وين؟ الموضة تاعك هذه لا تكون على حساب الآخرين، حريتك تنتهي عند بداية حرية الآخرين. ولك حبنا نعيشوا كما ولادنا درنا لهم الهواتف. واش مشكل دير الهاتف؟ راقب الحالة برك، راقب الحالة. الهاتف راه مدمر الآن، راه مدمر للبيوت ومدمر للأخلاق ومدمر للأسر. والخميس والاثنين هنا إذا كانت لك فرصة ادخل تسمع، وفي الهاتف كون معايا تسمع الأسئلة، شيخ سؤال. 90% من الأسئلة زواج وطلاق وخيانة زوجية وخلع. يا رب يستر هذا الأسر هذه، واسترنا واستر وليداتنا، وما تفضحناش يا رب العالمين. كما كان يقول ابن تيمية لا تجعلنا عبرة لغيرنا. يا ربي راهو عندنا بنات، يا ربي ما تفضحناش. وهذا مانيش تشفي فيهم، أنا نذكر ما هو واقع عندنا، مش تشفي. الله يستر بناتنا وبناتكم وبنات المسلمين، والله يستر علينا أعراضنا وشرفنا، وربي يهدينا سواء السبيل ويبصرنا بالعيوب ويغفر لنا ذنوبنا. الله يرحمنا برحمته الواسعة، الله يوفقنا لعمل صالح يرضيه عنا. أقول ما تسمعون، والله عز وجل يعلم ما تفعلون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.